هو برضه السجق ده دلوقتي اصلا بقى الكيلو بتاعه ب 200 جنيه. كان الاول بنجيبه الكيلو ب 20 جنيه 30 جنيه مثلا. ايوه ما اجيبش الحاجه اللي هي تناسبني، اللي يناسبني ايه اللي انا باكله انا وعيالي بس. ده سجق نوع نضيف. ده السجق النوع نضيف شرقي نضيف تكون، يعني هياخد مش اقل حاجه بتاع 100 جرام و10. نحط بنوزنه 100 جرام و10 115 حسب ما بيعملوا معانا. تعمل معانا 9 رغيفه كيلو كده يعني. والسندوتش سعره كام؟ دوت 40 جنيه. الاسعار عندك متناول في متناول الجميع. عايز عليه كاتشب يا باشا ولا ساده؟ كاتشب. الاسعار بتبدا عندك من كام يعني؟ من 15 جنيه. 15 جنيه 15 جنيه الكبده. سجقات 3 انواع سجق ب 20 جنيه. زي الكبده النهارده بنجيبها ب 170 جنيه. فكل حاجه وليها سعر. وبعدين في سجق ارخص. ما اجيبش الحاجه اللي هي تناسبني، اللي يناسبني ايه اللي انا باكله انا وعيالي بس. ده سجق نوع نضيف. ده السجق النوع نضيف شرقي نضيف. السندوتش منه بقى بكام دلوقتي؟ ب 20 جنيه. وكمان بقى في البيت سندوتش ب 2 جنيه. السندوتش كنا بنبيعه بجنيه وربع وب 175 وب 2 جنيه حسب درجات الايه؟ المنتج. فدلوقتي الحاجه بقى بتتكلف. يعني انت عندك دوت بتدخل له بصل طماطم فلفل الوان، حاجات بتبقى ايه؟ الزبون بيشوفها بيفتخر بيها بس. وبعدين الحمد لله اسالي اي حد في الشارع السندوتشات بتاع ابو احمد عامله ايه؟ يقول لك زي الفل. فانت يعني جايه بظروفها، انما الحمد لله لا كنا على ميعاد ولا نعرف حضرتك، هي جايه انت جايه بظروفها. ده سجق مدخن بالشطه. هنا طريقته عباره عن زي كوز اللانشو وبيتقطع ترانشات، بيتعمل له طماطم، بيتعمل له بصل، بيتحط له شويه شطه فلفل بس ويتقلب. السندوتش بقى منه بكام؟ ب 20 جنيه. في متناول الجميع. ب 20. مش هقول لك انت تحكمي، الزبون اللي بيحكم، اللي مطلوب مني ده شغال منه على طول. ازيك يا مطار عامل ايه؟ لا يا استاذ عمور دقيقه واحده بعد اذنك عايزك عشان تقول لنا على المنتج بتاعنا بس أنا ده برضه عزبون امر يا عم. انا عاوز 2 كبده وواحد سجق مدخن. تحت امرك هنا ايه رايك في الاكل بتاعك؟ والله اكل عم طارق ده من العلم موجوده من زمن الزمن هنا في المنطقه. يعني مثلا انت عمر بقالك قد ايه يا عم طارق؟ بقول لك اكتر من 20 سنه. اكتر من 20 سنه، ده صدقا من وانا صغير يعني هنا. وانت عندك كام سنه تاكل من عندك؟ من وانا مثلا عندي حوالي، انا عندي دلوقتي 37 يعني بكلمك في 17 سنه مثلا وانا هنا من اعدادي تقريبا. وصدقا عنده ايه؟ السجق المدخن والكبده برضو بتاعته محترمه جدا، ويا سلام لو بحط عليها سبايسي بتبقى جميله بامانه.